تعالوا هنعمل القطايف من الألف للياء، من أولها لآخرها، من أول العجينة لغاية ما حمرتها. حاجة كده جميلة جدا ومقرمشة من بره وطرية من جوه. تجيبي المقادير وتعالي ورايا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت كده، هنجيب كده مع بعض كده، نمشي واحدة واحدة بالمقادير. الأول نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. لازم نقول المقدمة. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بيسعدني. كده معايا كوبايتين من الدقيق الأبيض العادي، تمام. ومعايا نص كوباية من دقيق السميد او الدقيق البسبوسة. هحط كده نص كوباية من نفس الكوباية اللي حطيت منها الدقيق، هي نفس الكوباية اللي هحط بيها بقية المقادير، تمام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا كمان ربع كوباية من النشا، بس يعني ما تمليش، يعني ما تخليهاش ربع قوي كده. يعني انا حطيت 3 معالق صغيرين كده، تمام. ما تخافيش من النشا، مش هتقرمش القطايف ولا حاجة، يعني هي هتخليها مقرمشة من بره وطرية من جوه، فحلوة جدا. كيس بيكنج باودر او معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وكمان هحط معلقتين من السكر، معلقتين صغيرين او 3. يلا. وهنحط كمان ذرة من الملح. يبقى كوبايتين من الدقيق الابيض، نص كوباية من الدقيق السميد، كيس بيكنج باودر، 3 معالق من النشا او ربع كوباية، 3 معالق من السكر او معلقتين من السكر على حسب الرغبة. يعني مش عايزة تسكريها قوي، يعني كل ما تقللي السكر كل ما تعجنها هتطلع معاكي احلى، تمام. المقادير دي هتاخد معايا ايه؟ هتاخد معايا من كوبايتين ل3 كوبايات من المية. انا هحط كمان الحبة دول، يعني حسيتها بعد ما اخلص كده حسيتها ان هي سميكة شوية، فحطيت كمان الربع كوباية المية دي. يبقى انا كده خدت معايا ال3 كوبايات بالظبط، تمام. هي من 2.5 ل3. اضربهم بس كده حلو جدا ونخليها ما فيهاش كتل. وكمان علشان اضمن نفسي واخليها مادة سايلة كده خالص، هضربها في الكبة. عايزة تصفيها، مش واثقة من ال بص انا ركنت كوباية المية لحبة المية دول، بس هحطهم برضو، تمام. بعد ما هضربهم في الكبة المفروض ان هنصفيها، بس انا واثقة من الكبة بتاعتي الحمد لله. ما احتجتش ان انا اصفيها. فلو انت محتاجة ان انت تصفيها بعد ما تضربيها هنصفيها، تمام. لا اله الا الله محمد رسول الله. هضربها حلو جدا، بس خلاص كده. بقى يعني كنت ناوية ان انا اعمل لكم الحلويات. انا اتأخرت عليكم جدا في الحلويات. بس ان شاء الله هعمل لكم كمان القطايف ونعمل مع بعض البسبوسة. هنعمل مع بعض حاجات حلوة كتير جدا. بس ان شاء الله الحق واعملهم كده في رمضان. عشان ايه؟ رمضان وقته ضيق جدا وما فيهوش، يعني قبل الفطار تحس ان هو يوم وبعد الفطار يوم تاني. فلو عندك مشوار ولا حاجة بتعمليه بعد الفطار، فالوقت بيبقى ضيق جدا، ما بتزنق يعني، تمام. ف بحاول ان انا بقدر الامكان ما اغيبش عليكم، وان شاء الله ما اغيبش عليكم. خلاص بصوا سمكها عامل ازاي. طبعا مخليه الطاسه، طاسه تيفال، طاسه سيراميك، ايا كان ايه هي. بلاش طاسه ألمونيوم. لو هتحطي طاسه ألمونيوم يبقى تدهنيها نقطه من الزيت، تمام. ودي نار متوسطة، مش دهنها اي حاجة. بصوا بقى طالما بص يعني خرمت كده وبقى منظرها دوت، تمام. تعرفي ان العجينة بتاعتي ناجحة جدا.
طالما خرمت كده بصوا ما شاء الله لونها حلو جدا. طبعا على نار متوسطة، وبتقعدي بقى ايه اول كام مرة كده بتقعدي تظبطي النار انهي ناحية اللي بتاخد زيادة. بصوا ما شاء الله حلوة جدا، وكان طعمها انا بصراحة جميلة جدا، من عشاقها يعني، وبحبها كمان اكلها كده. مين زي كمان اكلها كده او احشيها كمان، واكلها برضو هي ومحشية نية. طعمها اصل هي مش نية، هي مستوية. اول بس ما احس ان هي المادة السايلة نشفت من فوق اروح ايه مطلعاها. طبعا انا مطلعها على ايه، انا فاردة فوطة على الرخامة وبطلعها وبغطي بالفوطة علشان خاطر تفضل طرية، والسخونية بتاعتها والرطوبة بتاعتها تطريها اكتر. عايزة تعمليها كبيرة، عايزة تعمليها عصافير كده، لما كنا بنروح للراجل نقول له احنا عايزينها عصافير، بتبقى سمكها حلو جدا وصغنونة، بتبقى حلوة قوي. فانا عاملة كده وعاملة كده. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بيسعدني بجد. تنزلي كده بالكبشة دي على حسب بقى طبعا تكون ايه، عقبال ما بتخلصي الكمية بتكون ايدك ظبطت، بتحاولي بقدر الامكان ان انت بتعملي كله سوا واحد. بصوا بقى ما شاء الله طلعت معايا الكمية دي حلوة جدا. بصوا ده المقاس الصغير والمقاس الكبير، بصوا مخرمة معايا حلوة قوي. طبعا انتوا شايفين ملمسها طرية ازاي وجميلة جدا. كمية حلوة جدا من كوبايتين او كوبايتين ونص من الدقيق، فحاجة كده يعني وهم يعني. فشوفوا بقى انتوا بقى لو انتي مثلا جبتيهم من بره هتطلع لك نص كيلو ولا كيلو، كمية قد ايه. واصلا حاجة يعني فاكرين ان هي صعبة. بصوا طرية ازاي ما شاء الله. هلمهم بقى علشان خاطر احشيهم، وما ينفعش ان احنا نشيلهم كده هتبوظ مني، فانا لازم احشيها واشيلها. اول ما هنشيلها في الفريزر هي مجمده بيكون الزيت سخن، واروح مطلعاها على طول في على الزيت على طول. ما ينفعش يشيلها كده يا جماعه، تمام. فلازم احشيها كلها واروح شايلها بقى احشيها واحمر منها على قد الكميه اللي انا عايزاها واشيل الباقي. طبعا المكسرات دي على حسب اللي انتي بتحبيه هتحطيه، تمام. وبصوا بقى بالشوكة كده بتثبتي عليها، ممكن تعملي بيها منظر يعني، انا بوريكم ان دي ممكن تبقى منظر، وممكن اثبت عليها بايدي بقى عادي جدا. وفي كمان اللي هي المكنه بتاعه القطايف، ان بصوا منظرها حلوه جدا، ولا محتاجه مكنه ولا اي حاجه، انا مكنه نفسي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فحلوه جدا. وبصوا بقى انا يعني متهيألي انا هاكل، كلت منها وهي نيه كده فصلت الكاميرا وكلت منها. بص عملت الكميه دي وبقيتها لسه بحشيها، فقلت بس اصور معاكم كده علشان خاطر اقفل الكاميرا بقى واكمل مع نفسي. لا اله الا الله محمد رسول الله. السيرب ده او ال العسل ده كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه، تمام. وهنحط عليهم نص ليمونه واسيبهم 10 دقايق على النار. ان شاء الله هعملهم معاكم لما اجي اعمل الكنافه. بس ده كان موجود عندي فعملت بيه، تمام. يبقى كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية، نص ليمونة و10 دقايق واقفل النار. واول ما اقفل النار احط رشة فانيليا، وهو ده العسل او السيرب زي ما بنقول. بصوا بقى لون القطايف تحفة تحفة. وبصوا المقاس الحلو قوي الصغنوني ده جميل جدا. بصوا بقى خلاص خلصتها، وهنحط بقى دور تاني كده وخلاص. ده على قد اللي انا ايه عايزاه دلوقتي، تمام. الباقي دول هشيلهم كده أو في طبق او في كيس تلاجة مثلا، واروح حطاهم في الفريزر على قد الطلب. بتطلعي هي ومجمدة بتحطي بالزيت، تمام تمام.
بصوا بقى القطايف اهي طلعت جميلة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه. بس للأسف أنا كنت المفروض إن أنا أسيب المقطع دوت كده تسمعوا صوت القرمشة. بس ما اتعملش يعني. بصوا بقى طرية من جوه ومقرمشة من بره، حاجة جميلة جدا. عايزاها محشية، عايزاها سادة، عايزاها نوتيلا، اللي يعجبك اعملي. يا رب أكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.